مسلسل سوري يقتحم عالم الذكاء الاصطناعي، سيعرض مشاهد فريدة من دمشق بعد مرور 300 عام. حتى شخصياته سيكون لها مؤثرات بصرية أنتجت بالذكاء الاصطناعي. إنه مسلسل البوابات السبع لمخرجه السوري محمد عبد العزيز. يقطع المسلسل رحلة عبر الزمن لمجموعة تعيش في عام 2322 بمنطقة سورية محرمة، ومحظور على سكانها دخول دمشق بسبب ماضيهم غير المشرف. وفيه تكون بوابة دمشق ذكية جدا، إذ لا تسمح لأي شخص بالدخول إذا كان لديه تاريخ سيء. لذا تلجأ المجموعة إلى أحد قراصنة الإنترنت للعودة بالزمن وتغيير مصيرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي سيكون محوريا ليس فقط في القصة، بل استخدم في إنتاج لقطات بصرية، ومنها تكوين تصور لدمشق في عام 2322، فيما لا يستبعد المخرج أن يكون الإنتاج الدرامي مبنيا على الذكاء الاصطناعي بالكامل في المستقبل.